النهارده شرفني أمير سعيد. حبيب قلبي. استمتعت معاك باللقاء قوي بجد، والله وانا ومن أحلى اللقاءات اللي عملتها عشان أنا جايب واحد بيعمل محتوى هادف، فدي بالنسبة لي يعني حاجة كبيرة يعني والله. الحمد لله، والله انا فضفضت وطلعت اللي عندي. الحوار عجبك بجد؟ والله عارف قعدة القهوة اللي احنا بنقعد دي، عارف انا كده هطلع انام مرتاح. طلعت اللي جوايا بقى، انت فاهم، ما طلعتوش في فيديوهات، طلعته في فيديو طويل. أنت شرفتني والله. حبيب قلبي. مش تعمل سبسكرايب وكومنت ولايك. ولايك. حبيبي. حبيب قلبي. أمير عامل إيه؟ الحمد لله في نعمة. مشرفني ومنورني والله العظيم. حبيب قلبي. أبدأ معاك بالسؤال التقليدي، اللي هو مين أمير سعيد؟ مين أمير سعيد؟ شاب من الورديان، صانع محتوى او بيقولوا عليها صانع محتوى. بس دخلت إزاي في السوشيال ميديا؟ دخلت ازاي في السوشيال ميديا؟ بص، انا في السوشيال ميديا من قبل ما يقولوا تصوير فيديوهات بجد. بس كنت بصور بقى بكاميرا لاب وبمايك لاب، اللي هو تحس ان هو ميكروفون، اللي هو اي حاجه قديمه للبيع والكلام ده. بس كانت اللي هو فيديوهات كده في البيت. فيعني ربنا ما ارادش ان انا الدنيا تسلك معايا ساعتها، وانا الحمد لله ان هي ما سلكتش معايا ساعتها. ليه بقى؟ ما كانتش هتاخدني في سكه كويسه، لان ما كانتش دماغي كويسه. تمام. فعدت الايام ومش عارف ايه ومشيت الرحله لحد ما في مره كده عملت فيديو، بس كان من قلبي يعني. كنت بتكلم فيه عن الصلاة. فالفيديو انا نزلته عادي بقى، فاروح مع الناس. فروحته مع الناس دي، انا حسيت اللي هو الكلام فعلا كان طالع من قلبي، فوصل وبقيت امشي في الشارع اللي هو انا مستغرب الوضع. فبقيت اعمل الفيديوهات اللي انا كنت بعملها قبل ده، الفيديوهات اللي هي العادية في الشارع، مش عارف ايه، مواقف في الشارع والكلام دوت، وارجع للحتة اللي انا بدأت بيها ها لحد ما حسيت ان يعني ربنا بيحطني في طريق انا ما كنتش مرتب له. فجت احسن ما انا ما كنت مرتب لها، الحمد لله يعني. عايز اقول حاجه بمناسبه الفيديو بتاع الصلاه ده. طب بجد والله عشان انا بحب محتواك بالسبب ده. انا كنت قاعد الفيديو ظهر لي في وقت الفجر. انت عارف احنا كشباب ممكن تبقى قاعد مكسل شويه ماسك التليفون وبتاع، وانا والله الكلام ده كان من سنتين ثلاثه حاجه زي كده، وقاعد ماسك التليفون، فلقيت الفيديو ظهر قدامي بالصدفه. قمت سبت التليفون بعد الفيديو على طول. انت فاهم؟ مش هو الفيديو بتاع انا مش عارف ايه، بس بصلي. وعلى فكره اتفهم غلط يعني. هو كان في، بص، هو 99.9 فهموه صح. اللي هو كان جاي لهم ان هم فعلا عايزين زي ما امير عمل فنعمل زيه. اللي هو انا ماشي كده، بس عايز اتشعبط في هنا. فاتشعبط في هنا ازاي؟ فكانت حلقه الوصل ما بين الاثنين دول الفيديو بتاع امير. ايوه لان هو كان طالع من هنا، فاهم؟ ايوه. فكانت هي دي النقطه. مش اي حد عمال ماشي في السكه دي فمش عارف يعمل ايه، لا انا بعيد، لا انا بعيد، لا انا بعيد. فدي اللي ربطت الحلقتين ببعض. ايوه. تشوف ان امير سعيد اللي على السوشيال ميديا هو امير سعيد في الحقيقه؟ بالظبط، مفيش اي اختلاف. ده اللي هنا هو اللي هنا، ولا في اي ذره تصنع مثلا. لان انا مش بتاع ده، ولا حابب ابقى ده، ولا حتى لو رحت فين باللازم ما اقدرش اكون غير ده. لان ده هو اللي وصل للناس، وهو ده اللي حبوه، وهو ده اللي الناس بتشوفه، وهو ده اللي في الواقع. ما بعرفش الف ولا اعرف اتصنع ولا اعرف اعمل. ما عنديش الحته دي، لان انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الكذب. فما اقدرش ان انا مثلا عشان اظهر ورا كاميرا اكون شخصيه تانية. بس تشوف الناس اللي بتعمل كده على السوشيال ميديا ده بيبقى طبيعي؟ اصل بنسبه 90% كده. وعلى فكره اللي بيقعدوا معايا كلهم قالوا لي كده، قالوا لي لا مش احنا اللي في ورا الكاميرا كلهم. يعني انت اول مره تقول لي حد يقول لي كده. ممكن يكون من وجهة نظره في حاجات، لكن انا بكلمك في قصة. يعني ما ينفعش ان انا اكون بقدم حاجة. هو عموما انت بتقول الناس اللي هي قدام الكاميرا هي عشان بتتجزأ في كصانع محتوى وفي كحد بيعمل فيديوهات. هي 99% بيعمل فيديوهات و1% بيصنع محتوى. صح. فانا لو هتكلم على صناع المحتوى، فهو صانع المحتوى لازم يكون حقيقي طبعا. انا هقدم لك رسالة، هقدم لك كوميديا حتى نضيفة، هقدم لك اي حاجة. فكل ده لازم اكون انا الشخص ده. فانا مش هحاول اتصنع كوميديا هبقى دم تقيل، مش هحاول اتصنع رسالة. فلازم تبقى خالصة من قلبك، ربنا مطلع على القلوب، فهتوصل لقلب غيرك. مش هيبقى فيه، صح، مش بالعافية، مش هتضغط عليها، لا دي رسالة بس عشان اوصل للناس. صح. لا. نرجع لورا شوية. حد فين؟ طفولتك. طفولتي
كانت عامله ازاي؟ طفولتي كانت مليئة بالخرابيش والتعوير في لعب الكورة في الشوارع، مم. مش شهريك وكلام من ده. ايوه. لعب كورة، أنا كنت مدمن كورة. مم. فكانت من نشأتي إن أنا نفسي أطلع لعيب كورة. مم. سعيت وحاولت ولحد ما توقفت فيا في لحظة اللي هو كان ما بيني وما بين حلمي خطوة، لأن أنا كنت لعيب أوي. مم. يعني بص، هو النعمة دي مش موجودة دلوقتي لأن أنا عديت بعمليات ورباط صليبي والكلام من ده. بس أنا كنت هبقى حاجة كبيرة أوي 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 فوق ما تتخيل. مم. لان انا ما كانش في حد يشوفني غير لما يشوفني في حتة تانية خالص، اللي هو انت مستقبلك ده هنقعد نتفرج عليك على الشاشة. مم. فمشيت الرحلة ان انا كان جسمي ضعيف مم. لحد ما رحت نادي ما بدون ذكر اسامي. فيعني كان اللي انا استشفيته ان الاجسام الضعيفة مش هتنجح، مع ان احنا لو شفنا دلوقتي بره كل الاجسام الضعيفة هي اللي ناجحة. صح. وقفت فيا اللحظة، وقفت فيا لحد هنا. غلطت بقى غلطة عمري ان انا اتخليت عن حلمي دوت واتخليت عن كل الكلام دوت وقلت لا انا مش هكمل في الكورة. وكانت اكبر غلطة غلطتها في حياتي. مم. وقفت بقى هنا، ما بقاش في كورة تاني، بقت اللي هي ايه هواية كده مع اصحابي بتاع، لحد ما جه ربنا ابتلاني بعملية رباط صليبي ونقل عظم وبتاع، وكانت قصة كبيرة. مم. من هنا بقى خلاص ما بقاش في كورة تاني، فرجة بس على ميسي بس. مم. انت كنت مستقر ماديا او كنت ظروفك في عموما في الطفوله؟ مش اللي هو بس مستور. مم. يعني الحمد لله انا في اسره اللي هو والدتي شقيانه من صغرها. والدي نفس النظام، الله يرحمه ربه يحسن اليه. يا. فانا مولود اللي هو انا الحمد لله مستور واللي انا عايزه بيجيلي. بس انا عارف هو جاي ازاي وعارف هو جاي منين مم. وعارف هو التعب عشانه قد ايه. فمن صغري طالع اللي هو انا عايز اعتمد على نفسي، بس برضك لو احتجت حاجه ما كانوش بيخلوني ان انا ابقى محتاج لحاجه. بس مش الاسره اللي هي اتولدت في بقها معلقه دهب والكلام ده. فالحمد لله كنا مستورين يعني لحد الآن. كنت علاقتك معاهم عامله ازاي؟ مع أبويا وأمي. مم. أبويا صاحبي وأمي صاحبتي وأختي وحبيبتي وكل حاجة في حياتي. لأن هي دي يعني اللي فضلالي في الدنيا، هي دي. أبويا الله يرحمه ساعة ما توفى يعني تحس إن كنز اتقسم نصين، واحد راح عند ربنا إن شاء الله نقابله في الجنة، والتاني لسه موجود أهو. فعلاقتي بقى معاهم إن هو بحكم إن أنا بقول لك إن الشقة والتعب والظروف وإن هم عايزين يكونوا لنا حياة وبتاع، يعني أغلب يومي كان بيبقى في الشارع. مم. ان انا ما بين دراسة وما بين شقة الشوارع الكورة، وما بين بقى ان انا بعد ما طلعت من مرحلة الطفولة بقيت اتنطط من شغلانة لشغلانة، ما اثبتش هنا ما الاقيش فيها دماغي، هنا ما الاقيش فيها دماغي. بس لحد ما وصلت بقى ان انا كنت في شركة محاسب وبتاع. مم. بس فعلاقتي بيهم اللي هو كانت يعني بحكم الساعة الساعتين اللي احنا قاعدينهم ايوه. بسبب ظروف الحياة، بس الساعة الساعتين دول بمقام اليوم لان احنا محطوطين في ده غصب عننا. بس اوصف لي الوالده في كلمه واحده. يعني كل حياتي. والوالد الله يرحمه. يعني صاحبي اللي مش هقدر اعوضه، مم. لان ده كانت علاقتي بيه اللي هو انت فاهم صحوبية. وفي نفس الوقت اللي هو يعني انا كأمير ان انت داخل على مرحلة شهرة وبتصنع محتوى الى حد ما. الحمد لله ربنا موفقني ان انا كحب ناس وكان انا بتعب على الحاجة اللي انا بعملها ان انا اطلع للناس حاجة اختي وامي تشوفها تبقى كويسة. فكان ابويا شايفني في حتة كبيرة قوي، وكان هو الداعم الوحيد ليا. لان اهلي كلهم بيتفرجوا، بس الاب بيبقى اللي هو انت فاهم صاحبك اللي في الشارع، فاللي هو عارف دماغك اللي انت بتتكلم بيها، عارف اسلوبك وطريقتك. فكنت بدأت اشم نفسي اللي هو انا نفسي اعمل لك حاجة ونفسي احسن وضعك ونفسي ونفسي ونفسي. فلما فوجئت على ده فكانت لحظة صعبة. لو هتقول له حاجه وهيسمعها دلوقتي تحب تقول له ايه؟ يعني كان نفسي اشوفه قبل ما يموت، لان انا الموضوع يعني ان انا كنت مسافر. مم. كان قبلها كنت مسافر مع اصحابي، يعني كان الموضوع من اوله ان انا مريت بفترة اللي هو ضغوط الحياة. وبرضك يعني صناعة المحتوى مش سهلة، بالذات ان انت تعمل حاجة هادفة وحاجة توصل للناس تكون كويسة يستفادوا منها والكلام دوت. وفي نفس الوقت معايا شغلي وكل الكلام دوت والبيت، وان انا كبير عيلة فانا شايل مسؤولية عيلتي.
حتى لو مش ماديا، فكريا، ان انا نفسي اعمل لهم، نفسي اوجههم، انصحهم. فكل ده كان ضغط، اللي هو انا وصلت لمرحلة فعلا انا مش عايز اكلم حد، ولا عايز اسال على حد، ولا حد يسال فيا. انا عايز بس كل اللي انا اعمله ان انا يكون قدامي سرير ومنبه لمواعيد الصلاة، انام، منبه يرن اقوم اصلي وانام تاني. لان وصلت لمرحلة انا دماغي فعلا مش عارف اعمل ايه في حياتي، وعايز اجري بالوقت بس مش هينفع اجري بيه. فسافرت مع اصحابي و... وانا في السفر قعدت تقريبا يعني حوالي 4 ايام. كنت همد يوم بس اتقفلت، ورجعت في اليوم ده كأن ربنا هو اللي بيرجعني. فكان اليوم دوت انا رجعت، فرجعت على بيت ستي، فبعت له رسالة انا جيت هقابلك. فاحنا علاقتنا صحوبية، اللي هو ابويا انت فاهم، لو متزربن مني شوية هيشوف الرسالة ومش هيرد عليا، وهيجي يطب عليا على القهوة هلاقي قفا نازل عليا، انت فاهم. اقعد قهوتك وقهوتي ونقعد نتكلم. فوصلت بعت له رسالة، شاف الرسالة، قلت بس انا هريح بقى واكلمه. ريحت وخدت وقتي ومش عارف ايه. انت فين؟ بتصل بيك ما بتردش، بتصل بيك ما بتردش. جه بقى بالليل، فرحت قعدت على القهوه على اساس ان احنا هنتقابلوا كده. يعني انا مش اللي هو انت فاهم ايه، علاقتنا مش بيت خالص. فدي على طول بقولها اساسا، اللي هو انت فاهم احنا علاقتنا في الشارع، اللي هو انا اقابله وهو يقابلني ونفضلوا قاعدين نتكلموا بقى، وهو يشوف وشي مالك يلا في ايه وياخدني، انت فاهم. فبرضك كانت الرسائل اللي اتعملت سين بعد كده ما بقاش يرد. خلصت قعدتي على القهوه وكان ورايا مشوار، كان واحد صاحبي رايح مشوار رحت معاه، رجعت فانا قلقان عليه. كان اخر حاجه ما بينا، لان انا هفضل قاعد بقى في الشارع، اخلص شغلي واشوف اللي ورايا، هقعد مع اصحابي وهسهر. كانت صلاه الفجر، احنا بنصلي في جامع معين، انا بصلي بلاقيه جاي ورايا على طول. ما شفتوش في صلاه الفجر. فبعد صلاه الفجر واحد صاحبي اتصل بيا، تيجي ننزل نفطر. قلت له لا، كنت انا بقى بايت عند ست. انا اغلب وقتي هو مثلا بايت في البيت وانا بايت عند ست، يا اما بايتين مع بعض. يعني اللي هي كانت مترتبه كده، ان فاهمك. انا ستي جايه من السفر فقعدت جيت عليها على طول، لان انا عارف ابويا ممكن يكون في الشارع وبتاع. تيجي ننزل نفطر، قلت له لا مش جاي لي نفس. قفل. اتصلت بيه تاني، قلت له هو ابويا ما جاش على القهوه امبارح، لان انا جيت من السفر اتصلت بيه ما ردش عليا. قال لي لا ما جاش. قلت له بقول لك ايه، تعالى نروح نطب عليه في البيت. فروحت بخبط على الباب، ما فيش حد بيرد. فانا مش عارف اعمل ايه. احنا معانا شقتين، شقه تحت وشقه فوق. الشقه اللي فوق دي هو اللي معاه مفتاحها، انا معيش مفتاحها. هو طلع بقى فوق. الشقه دي هو اللي احنا متجوزين فيها ومتربيين فيها، وانا ما كانش معايا المفتاح. فقعدت اخبط ما بيردش، بس انا سامع التليفون جوه، يبقى هو جوه، يبقى هو في الشقه دي مش في الشقه اللي تحت. فاخبط مفيش. قلت بس انا لو كسرت الباب وابويا قاعد على القهوه بيشرب قهوه وهيجي هيديني علقه وهيسمع بيا الجيران، ولا في بقى صانع محتوى، ولا في الكلام ده كله، ولا في شاب انت على وش جواز، ولا الكلام ده كله. ههزقك وامسح بجرتك الارض. فنزلت تحت قعدت اشرب قهوه وبتاع. فخلاص قلقت. فخلاص اللي هو ما فيش حل ان انا اعمل اي حاجه، لان انا عارف تفاصيل ابويا، مش عايز اعمل له اي ازعاج، عارف هو هيعمل معايا ايه. كلم نجار مفيش. الكلام ده بدري بعد صلاه الفجر. فقلت بس اكسر الباب. فكسرت الباب لقيته كان مشمر دراعه وهيتوضى وهيصلي وانتقل الى ان شاء الله الجنه. ان شاء الله باذن الله. الله يرحمه رب ويحسن اليه. فدي كانت اللحظه اللي هو انا فعلا بقى لو نرجع لورا شبه ما انت كنت بتقول، هي دي اللي انا كان نفسي اقول له، كان نفسي اقعد معاك بس. لو جبت لك ورقه بيضاء الفتره دي، قلت لك يا امير ارسم لي حالتك النفسيه، حالتي النفسيه ممكن ما ارسمش، ممكن اكتب. تكتب ايه؟ الحمد لله. هي فعلا لان انا ماشي بيها الحمد لله. مريت بوقت صعب الحمد لله، بلاقي نفسي بعدها طلعت منه. مريت بوقت جميل فبقول الحمد لله ربنا بيزيدهولي. فده المبدأ الحمد لله. لو الزمن رجع بيك لورا 10 سنين لورا، ايه الحاجه اللي تنصح نفسك بيها؟ يعني انت عارف اللي هيحصل لك فهتنصح نفسك. يعني امير قابل نفسه من 10 سنين. اقول له كمل زي ما انت. لان من 10 سنين مثلا انا كنت زي ما انا خدت كل الخبرة اللي انا اكتسبتها في الحياة، وانتقلت للمرحلة اللي هو النضج، اللي انا نضجت. انا كنت اللي انا قبل الفترة دي
كنت شخصية وحشة، كنت شخصية ما احبهاش ان انا اكمل بيها. فالحمد لله بترتيب ربنا حطني في خطوات اتعلم منها، وفي مراحل وصعوبات ومرض وابتلاءات وفقدان اشخاص، فكل ده كان، كل دي مراحل اتعلمت منها. فالحمد لله لحد ما هي اللي خلتني الشخص اللي هو دلوقتي، اللي هو الحمد لله يعني بالدماغ دي، مش اللي هو الشخص اللي هو دلوقتي لا، اللي هو بالدماغ دي. ممكن اعرف كنت شخصيه وحشه ازاي؟ يعني من حكم ان انا كنت بقول لك 3/4 وقتي في الشارع، فكانت سكتي مش كويسة بجميع انواع الغلط. الدماغ ولسه شباب وكويس ولساني حلو والحمد لله مقبول شكليا والكلام ده كله، فكانت الدنيا معايا مش ألطف حاجة. كنت بصحى ادور على ايه اللي ممكن اعمله غلط، فكانت الدماغ متسوحة في حتة تانية. بس النشأة كنت ناشئ على حاجة صح، تربية أهلي، متربي برضك في الجامع إن أنا بحفظ قرآن وكنت حافظ أجزاء كتير. فكان كل ده اللي هو الحاجة اللي كانت في التربة الخصبة اللي طلعت الزرعة الكويسة. فكان ده اللي هو اللي بيشدني، اللي أخد لي 2 3 في الغلط وألاقي في نص سنة كده ماشي صح. لحد ما جيت عند مرحلة اللي هو لأ، كل اللي فات ده أنا آه، مش عايز أفتكره أساسا، مش هو أنا. يعني لو هتدرس درس لكل طفل اللي انت مريت بيه، ايه الدرس اللي بتدرسه له؟ هي مش درس على قد ما هي نصيحة، إن الناس تشبع من أهلها ومن قعدة أهلها. يعني الجو اللي هو الأسري دوت، أنا مبدئيا يعني مش بقول لك كده عن أنا عن تجربة، لا أنا محروم منه. بس الجو ده على قد ما هو أنت ممكن كان بيبقى متاح بالنسبة لك إن أنت تقعد 6 7 ساعات، أنا بناء على النص ساعة بقول لك إن الجو دوت هو اللي بيخليك مستقر نفسيا. عارف تقابل المجتمع بابتسامة، عارف تتقبل أي نقد، تتقبل أي غلط، تتقبل أي ابتلاء، تتقبل أي حاجة. بيخليك من جواك راضي ونفسيا مستقر وحاسس براحة وحاسس باطمئنان، وإن أنت هتروح البيت هتشوف ناس ربنا زارع جواك حب ليهم. فده الجو اللي هو أنت فاهم، 3/4 الشباب حاسين اللي هو ده موجود مدى الحياة لما أبقى في ضال. يعني انا هعيش حياتي بره والنص ساعه اللي فاضله فابقى اقعد هعيش مثلا، هو متاكد ان هو هيعيش 60 سنه، فهي 59 سنه منهم في الشارع وبيجمع فلوس وبيدور على اللي بتحبها ومش عارف ايه والكلام ده، واخر سنه دي انا هبقى اشبع من اهلي. بس لا، هو مفتقد نعمه كبيره قوي، نعمه كبيره قوي، ولا نعمه فلوس ولا نعمه، ما تجيش جنب دي حاجه خالص. علاقتك مع الفلوس عامله ازاي؟ علاقتي مع الفلوس لو مش موجوده فبطلبها من ربنا، لو موجوده ما بحبش اعدها، بفضل سايبها اسحب منها اسحب منها لحد ما الاقيها خلصت، طب بفوجئ طب انا صرفت على ايه ما اعرفش. بس كله كده. دي حقيقة والله. انت بالنسبه لك ايه يعني الفلوس دي بالنسبه لك ايه شيء مهم في الحياه ولا لا عموما؟ مهمة بس مش اللي هي مش الأولوية. هي مهمة وهي اللي هتعمل لي كل حاجة نفسي فيها، بس في نفس الوقت هي موجودة تمام، مش موجودة هسعى ان انا اجيبها. بما انك داخل على جواز، مم. علاقتك مع الحب عامله ايه؟ الإخلاص اه. بس، يعني دي وغيره. يعني الإخلاص جاي من معرفة ربنا، إن هي مش إخلاص عشان الإنسانة ذات نفسها أنا بحبها وكل حاجة، بس مخلص لها في حتة إن أنا أعرف ربنا الحمد لله. فلو جيت أبص لغيرها بيبقى معياري الأول ربنا، لو بصيت لغيرها فأنا هرتكب ذنب الأول ما بيني وما بين ربنا، وبعد كده هخون الإنسان اللي حبيته. فده المبدأ الحمد لله. تشوف ان الحب لوحده كفايه ولا لا؟ الحب لوحده كفاية؟ كفاية طبعا لو الشخص مناسب والشخص صح، الدماغ صح، فطبيعي هيكون مناسب. كنت توصفها لي في كلمه واحده؟ بنت الحلال، لان انا كنت مسجلها بنت الحلال، فاصحابي كانوا ماسكينها لي القصه دي، فهي مش اجي اتكلم في التليفون يا بنت الحلال، فدي الكلمه اللي في دماغي على طول معاها. اكتر كلام جارح عمرك ما نسيته في حياتك قبل كده؟ اكتر كلام جارح عمري ما نسيته قبل كده؟
يعني كانت المرة اللي اتقال لي فيها جسمك ضعيف وانا بلعب كورة، اه. والمرة اللي سبت فيها شغلي، كنت شغال محاسب في شركة وكده وكان ضغط شغل، وبرضك يعني حصل موقف واتقال لي لو مش عاجبك ما تشتغلش. ده كان تاني موقف. يمكن دول الموقفين اللي هم حاضرين على دماغي دلوقتي. اه. شوف ان السوشيال ميديا ممكن تفتح بيت. تفتح بيت؟ هي السوشيال ميديا ممكن تعمل كل حاجة، بس لو انت اديتها كل حاجة، مش اه. اديتها كل حاجة كوقت وككلام من ده. لأن السوشيال ميديا دي عاملة شبه بتجرك وراها على حسب النهاردة عايز تودي في ايه. اه. فلو انت مشيت بدماغك ان انا اللي اوجهها، لا ما تفتحش بيت. لان انت مش هتقدم اللي انت عايز تعمله، اللي هو انت شايفه صح، اللي هو معياره الاساسي الحلال والحرام. اه. لكن لو عايزها تفتح بيت، هتفتح. ما هي فاتحة بيوت كتير، بس بايه؟ ان انا ماشي وراها، مش انا اللي ماشيها. اه. ماشي وراها بقى في اي اتجاه تاخدني ليه، قشطة. المعيار بتاعي ايه؟ الفار بقى. لو توجه رسالة عتاب لشخص بدون ذكر اسمه تقول له ايه؟ رسالة عتاب لشخص بدون ذكر اسمه؟ اه. هعاتب الشخص لا انا ما اعرفش اسمه، هو اللي كان سبب ان انا ما اكملش في الكورة. اه. ان هي فعلا مش بالجسم ولا الكلام ده كله. إن في مواهب ياما اتدفنت في مصر. ان الكرة مش ماشية، الكرة بقت مصطنعة. 99% من لعيبة الدوري المصري لعيبة مصطنعة، دخلوا كده وتعلموا يبازوا ازاي. كان في لعيب كورة لسه مستضيفين وبيقول لك يعني انا معايا ناس في الفرقة ما بتعرفش تباظي. فكان ليه ان هو جسمك مش عارف ايه. انا ما تقبلتش الكلمة وحسيت ان هي حزت في نفسيتي قوي، وخدت اه. الموضوع بشخصانة قوي وما كملتش في طريقي. ففي مليون غيري، ملايين، احنا 100 مليون مصري، في ناس ياما قوي حلمها تبقى لعيب كوره. فانت اه. الكلمه فعلا بتأثر. فما كانش ينفع يقول لي الكلمه دي. طب بعيد عن الكورة بقى عموما دلوقتي. رساله عتاب؟ بما ان في مجالي، رساله عتاب لكل حد بيقدم حاجه هو مش بيقدمها عشان الفلوس، بيقدمها عشان يكسب شهرة، بيقدمها عشان يبقى اسمه شخصية مؤثرة. ان لازم الكلام ده يكون معياره الحلال والحرام. ان انا لما باجي اعمل فيديو، اولا ككوميديا، ثانيا كحاجه تكون هادفه، ثالثا امي واخواتي البنات، هل انا هسيبهم لما يسمعوا ده هبقى من جوايا كويس؟ تمام. بعد الحلال والحرام. اه. فكل شخص بيقدم حاجه شبه كده فهو بيخش بيوت الناس باسرع وسيله. فانت لازم تراعي ربنا في اللي انت بتعمله. لان انت هتكسب، انت هتتشهر، ده لو ربنا سلكها معاك يعني. فلازم ان انت تقعد مع نفسك وتعرف ان انت دي مسؤولية كبيرة، ودي هتقف قدام ربنا، هتقول له انا الناس اللي انا قصرت فيها دي كشباب صغير وجهتهم لإيه، ولا وصلت لهم إيه، ولا دخلت بيوت الناس عرفت البنات إيه، ولا وجهت البنات ناحية إيه. لأن الموضوع ده بقى أكتر من التربية والتعليم. يعني إن أنت تبقى مدرس دلوقتي مش هتبقى مؤثر شبه صانع المحتوى. صانع المحتوى هيعرف يأسسك، وهيعرف يربيك، وهيعرف يحطك قدام هدفك، وهيعرف. لأن التليفونات بقت أقرب من المدرسة. صح. المدرسة بتركب لها مواصلة، لكن ده بتحط إيدك في جيبك. فأنا لما تحط إيدك في جيبك تطلع تلاقي ساعة الصبح حاجة كويسة ورسالة وضحكة. يعني مش لازم أقول لك إن أنت تبقى بتطلع تقول تزعق في الناس وبتاع، لأ. أنت ممكن تضحكهم من غير من غير مشهد خادش، من غير لفظ، من غير أي حاجة. لما هتسيب ابتسامة على وشه برضك دي حاجة كويسة. فمش اه. شرط إن أنت تكون يا كده أوي يا كده أوي. لا، أنت بس قدم الحاجة، بس حط معيارك الحلال والحرام. وبعد الحلال والحرام نشوف امك واختك البنت لما هتتفرج على الحاجه دي، هل انت هتبقى مرضي وعادي مبسوط ان هم يشوفوا حاجه شبه دي؟ ساعتها كمل. اه. ده لكل شخص من شخص واحد. بتشوف ان صحاب السوشيال ميديا حقيقيين ولا لا؟ وفي يعني لما عشرت في اتلاشيت ناس، وفي ناس بقوا اكتر من اخواتي. اه. لان زي ما قلت لك انا بحب البني ادم الطبيعي. فانا لما بشوفك على الطبيعه، لو ما لقيتكش هو الشخص، فانا تجنبا لاي صدام قدام،
عمري ما هكون معاك عشان مثلا نعمل ترند، ولا عمري ما هكون معاك عشان إثارة جدل، ولا عمري ما هكون معاك عشان انت مثلا في مكانة معينة. لا 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 لا، ما عنديش الكلام ده. انا عايز شخص حقيقي شبهي، بيصحى من نومه لو هيعمل فلوج كامل لحياته اه. فهيبقى هو اللي ورا الكاميرا، هو اللي قدام الكاميرا اه. بس. تشوف ان السوشيال ميديا بتأثر على الناس قوي يعني، ولا الناس هي مزاجها هي اللي راح على الموضوع ده؟ طبعا بتأثر على الناس، ما انا قلت لك اي حاجة في الدنيا ما بتأثرش زي السوشيال ميديا. اه. اسرع وسيله، انت بتصحى من النوم دلوقتي، الناس بتصحى من النوم تفتح التليفون على التليفون. طول. فانت دي اقرب حاجه وانت قاعد على سريرك توصل لك اول ما تصحى من النوم، اه. توصل اسرع من رسائل النكد. بتاع السوشيال ميديا متفاعل كده على السوشيال ميديا زي الناس كده عموما ولا لا؟ لما باجي انزل فيديو بس، لكن انا مم. يعني دي برضك حاجه ما ينفعش تكون موجوده. لازم تكون متواجد، ولازم ولازم ولازم، بس انا متواجد ذهنيا. يعني انا لما بعمل فكره وانزلها فخلاص اللي هو اللي بعده اقعد افكر بقى هعمل ايه، والفيديو هيبقى ماشي ازاي، ومين الاشخاص، والدنيا ماشيه ازاي، لان انا يعتبر بقوم بكل الادوار ومعايا صحابي. مم. فهعمل ايه، هسوي ايه، الدنيا ماشيه ازاي. لكن كسوشيال ميديا ذات نفسها ما بعرفش انزل ستوري. مم. ده بجد يعني، اللي هو انت فاهم ايه، انا رحت هنا وكلت هنا واصل معايا مين وده النهارده، ما بعرفش اعمل ده ابدا، وده غلط. يعني ده ما بينفعكش. انت لازم تكون على تواصل مع الناس 24 ساعه. انا رحت هنا عملت ايوه. يعني هو ده اللي ينفع، بس انا ما بعرفش ابقى كده. ايه الحلو في الشهرة وايه الوحش في الشهرة؟ حلو في الشهرة والوحش في الشهرة. الوحش في الشهرة يمكن الحمد لله أنا ما شفتهوش، لأني الواحد بيحاول على قد ما يقدر إن هو يراعي ربنا. فالحمد لله ربنا حاططني في حتة اللي هو يعني الحمد لله الحمد لله، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال ويرزقنا حسن استخدامها. إن أنا ما شفتش الجانب اللي هو ممكن أتشتم أو ممكن أتعامل أو مش عارف إيه. حتى الجانب اللي هو بيبقى جوه الشخص ذات نفسه، اللي هو بيصحى من النوم ويقول أنا هشتم مين، فبيبقى ليا رد عليه. مم. فالحمد لله. الجانب الحلو ان انا مفيش احلى من نعمة حب الناس. لان انا زي ما قلت لك وهكررها تاني، ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال ويرزقني حسن استخدامها. دي ملازماني في صلاتي الثلاث حاجات دي. ان انت تمشي في الشارع تلاقي حد بيحبك لدرجة ان هو اكنه يعرفك من سنين، فيخش بالعشم يسلم عليك وهو لسه هيحضنك، انا بروح احضنه على طول. مم. فاللي هو انت بتحبني عشان انا وصلت لك، فربنا زرع حب جوه قلبك ليا. لا ده انا واخدك بالحضن، اللي هو بتبقى اكتر حاجة ايجابية بالنسبة لي. مم. ويمكن دي كانت اكتر حاجة ابويا الله يرحمه كان عايش بيها، اللي هو مبسوط ان انا وصلت الحته اللي في ناس كانت تعرفه كده، ان هو بينزل صورتي عنده خمسة ستة على الاكونت، والخمسة ستة بسم الله ما شاء الله. احنا عندنا المعلومه بتوصل اسرع من اسرع حاجه في الدنيا. فابو امير ابو امير ابو امير، فيبعت لي رساله والله مش عارف مين كان مقابلني ولا ابو امير ومش عارف ايه، ربنا يوفقك. فانا كنت بنزل فيديو كل جمعه، كان ابويا ده اللي هو يفضل قاعد يطلب قهوته، اتفرج على الفيديو مش عارف ايه، اسمع سمعتش حتة مش عارف ايه، اتفرج ولا الفيديو ده مش عارف ايه. مم. فكانت حاجة من أجمل الحاجات اللي أنا عشتها في حياتي. والحمد لله اللي أنا بقول لك يعني، إن الحتة اللي أنت نعمة حب الناس هي دي في حتة تانية. الحمد لله يعني. الحمد لله. تستاهل كل خير والله. الحمد لله. مين الناس اللي المفروض نطردهم من حياتنا؟ الناس اللي بتأثر علينا بالسلب، اللي كل حياتها يعني مفيش الحمد لله والشكاي، واللي بيبص على الحاجات اللي هي اللي ناقصاه بس. دي يمكن الناس. واكتر حاجة بتستفزني الشخصية اللي هي الكدابة. مم. ما بحبش الشخص الكذاب، وما بحبش الشخص اللي بيجيب في سيرة غيره. بكره الشخصيات دي. وحتى لو حد عزيز عليا قاعد معاه، فبحاول ان انا احسن منه، لان انا ما بحبش ان حد يجي في سيرة حد. ما بحبش الشخص اللي يكذب. لا انت تقول لي انا عندي مشكلة مع واحد صاحبي، بقول له ما تحورش عليا لان انا عارف ان انت كذاب. ما تكذبش عليا، قول لي مثلا والله يا عم انا هعمل كذا 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 وهياخد مني 3 ايام، بس ما تقوليش ساعة. مم. فانا ما بحبش الكذب حتى في اصغر الحاجات. مم. فكل دي ناس ما ينفعش تكون موجودة. لو دخلت جوه امير كده، ممكن اطلع منه ايه مميزات وايه عيوب؟
والله مش عارف ايه المميزات، قد ان انا يعني الحتة اللي الحمد لله ربنا وفقني ليها، ان انا هي الميزة اللي انا بحبها، ان انا بقت كل قراراتي مبنية على الحلال والحرام. هصحى من نومي انا من بالليل مبيت النية ان انا يا رب صحيني صلاة الفجر. يومي اللي هو الحلال والحرام. مم. كعيوب اكيد في كتير. قول لنا 2 مثلا 3. انا عصبي قوي، يمكن دي اكتر حاجة ما تعب اهلي. ان انا عصبي مش لدرجة بقى اللي هو يعني مش مع اهلي، اللي هم عارفين ان انا لما بتعصب ببقى بني ادم تاني، من حكم الضغط برضك، ومن حكم ان انا شلت المسؤولية من وانا صغير، وحكم ان انا مريت بحاجات صعبة قوي في حياتي، فبس برضك يعني الحمد لله. بس انا عصبي. حاجة تاني ان انا مش محدد دقني، ممكن. امتى حسيت انك ضعيف؟ امتى حسيت ان انا ضعيف؟ قدام المرض. مم. لحظة ما كنت عامل العمليات وقاعد في البيت، وانا بقى شخص بحب الشارع قوي، فبحكم ان انت دلوقتي عامل عمليات ما ينفعش تمشي حيوان، فانت ما بالك بقى كإنسان. فقاعد في السرير مجرد ان انا باكل وبشرب وبلعب بابجي مم. وبنام بس. فكانت دي اللحظة اللي انا فعلا حسيت فيها ان انا، لا انا ضعيف قوي. كنت عامل عمليات في رجلك كانت رباط صليبي. يعني دي بص، كانت لو هنحسبها بالعقل كانت من احسن النعم اللي ربنا انعم عليا بيها في حياتي. مم. كنت بلعب كورة مع اصحابي ووقعت وقعة، فانا بحب الكورة قوي، وقعت وقعة صغيرة مع العند، وان انا بلعب كل اسبوع وطول الاسبوع طحن شغل، فلا انا هرتاح بره وهنزل اكمل تاني. مم. ارتحت بره ونزلت كملت، فتوازني اختل. المهم ان يعني كنت رايح على دكتور، فقال لي رباط صليبي، قطع في الرباط الصليبي كامل، و... وشرخ في الركبة. فلما رحت بقى الإشاعة اللي بينت إن أنا كان عندي كيس دهني في رجلي، كيس الدهني ده كان ممكن لا قدر الله يتقلب مرض خبيث. فلو ما كنتش وقعت، ولو ما كنتش عملت العملية، ولو ما كنتش عملت من الأول إشاعة الرنين دي، ما كانتش هتبان دي، وكان الله أعلم كنت هروح في سكة إيه. فالحمد لله كانت برضك، أنا كنت ساعتها كنت في فترة وحشة، ودي كانت الألم اللي أنا خدته على وشي، اللي هو وأنا بقع أنا افتكرت الغلط اللي أنا كنت لسه عامله في ساعتها، كان أكنه ألم وأنا بقع، وأنا في دماغي وصوت طرقعة رجلي والناس بتجري عليها في الملعب، وأنا بفتكر أنا كنت بعمل إيه وكنت في إيه وكنت بفكر ليه. فمن بعد الفترة دي يمكن خدت فترة بقى بتاعت العملية والدنيا هنا بقى كنت بتأهل. مم. فمن بعدها الحمد لله أدركت إن دي كانت أفضل نعمة ربنا أنعم عليا بيها. مم. الحمد لله. الحمد لله. نلعب لعبة الكروت. ماشي. كروت. عايزك تفنطها بس ما تبصش على السؤال، انا هسحب. ماشي. ما بصش على ما السؤال تبصش قبل ما اديهولك. اه بس اه ينفع ابص دلوقتي؟ لا ما تبصش دلوقتي. ماشي. يعني فنطها وانا هسحب. هي الكروت هنا السؤال ولا هنا؟ السؤال هنا. في الظهر. مم. تؤمن بفكرة إنسان ينسيك إنسان؟ فكرة إنسان ينسيني إنسان؟ مم. لا صعب، وعلى حسب الإنسان برضه. مم. يعني أنت لو جبت لي مين بالذي عمره ما ينسيني أبويا، فعلى حسب الشخص. لو كجواز أكيد. مم. تاني. أيوة لسه. لو ما كنتش أمير سعيد تحب تكون صاحب أمير سعيد؟ ياه، ده أنا هرتاح راحة. مم. ده أنا يمكن تعبان في حياتي، إن أنا أمنية حياتي ألاقي حد داخل جوه دماغي فيفهم أنا عايز إيه من غير ما أتكلم. مم. ويمكن ده اللي بحاول أبنيه مع خطيبتي، وإن شاء الله اللي هي يومين وهتبقى مراتي. إن شاء الله بإذن الله. أنت تحب يبقى صاحبه يعني؟ بالظبط. مم. ده هيبقى بقول لك هيريحني، مش هيعصبني، مش هينكد عليا، هيفهم انا دلوقتي عايز ايه، هيفهم ان انا لما هسكت ابقى انا كده بعمل ايه.
هيفهم انا لما ابقى مضغوط هبقى محتاج ايه، فهيريحني. مم. لو حياتك أغنية تحب يكون اسمها إيه؟ لا لو حياتي آية. مم. تبقى إيه؟ لو على الفترة اللي احنا فيها دي فهي فرحين بما آتاهم الله من فضله. فيعني الحمد لله الواحد طاير من الفرحة من اللي بيحصل له. مم. يمكن عشان الواحد مثلا أنا داخل على جواز، فدي كانت من أولوياتي إن أنا أمنية حياتي أعمل لنفسي استقرار وأعمل لنفسي أسرة وأعمل لنفسي بيت، فدي يمكن ده هدفي في الحياة. آخر كارت. لو معاك $1,000,000 إيه أول حاجة ممكن تعملها؟ لو معايا $1,000,000 يعني كام مليون جنيه؟ 50. 50 أهو. 50 مليون جنيه. بص أنا هقولك على أحلامي وطموحاتي في الحياة. أنا بسيط أوي، مم. أبسط من البساطة. يعني أنا ما نفسيش إن أنا يبقى معايا $1,000,000 وأبقى المليونير راح والمليونير جه، مع إنهم ولا حاجة بالنسبة لناس كتير. مم. بس أنا عايز أفضل زي ما أنا، مستور، معايا شقتي، آه، أمي عايشة في مستوى كويس. بعد أهل بيتي وبعد الدنيا دي كلها، أمنية حياتي إن أنا أعمل جمعية خيرية. مم. دي اللي هو أنت فاهم إيه، أنا اللي أكون مشرف عليها، اللي هو أنا اللي أسمع للناس وأنا اللي أوصل للناس وأنا اللي أعمل كده. لأن أنا كانت دي بالنسبة لي نقطة، إن أنا كنت بشوف معاملة للناس اللي هي المحتاجة ما بتبقاش هي أحسن حاجة. أنا ببقى نفسي اللي هو الناس توصل لها إن أنت لازم تعامل الناس دي، إن أنت لو حد جه يسألك فأنت ربنا أعطاك نعمة، فأنت مش بتنعم عليه ولا أنت صاحب فضل عليه، لا أنت مجرد ديليفري، واخد طلب من عند ربنا راح تديه للسائل والمحتاج. مم. فإن أنا أهم حاجة عندي إن هم توصل لهم الصدقة أو توصل لهم العمل الخير ده ب... في أحسن صورة متغلفة. دي حاجة بس. ما نفسيش قول في لو حاجة في تاني يعني. والله. والله مش نفسي في حاجة تاني، يعني نفسي إن أنا بقول لك أفضل أعيش مستور الحمد لله، الحمد وأهل لله. بيتي كلهم تمام. أي حد محتاج منهم حاجة أعملها له، ما تبقاش واقفة عليا المادة. لأن أنا طول عمري من وأنا تعرف إن أنا حلمي من وأنا صغير كان أمنية حياتي إن أنا آخد عمارة، مم. أسكن ستي في الدور الأول، أمي في الدور التاني، وأنا في الدور التالت، وباقي خالاتي، مم. إن أنا أجمعهم في مكان. أيوة. بس هو ده حلمي. وطول ما أنا عايش مستور وبقوم من النوم صحتي كويسة وباكل وبشرب وشغال ومراتي جنبي وأمي جنبي، فالدنيا تمام، مش محتاج حاجة تاني. الحمد لله. أركب بقى عربيات مش عارف إيه وبتاع، معايا عربية 94 الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أسعد لحظة في حياتك لغاية دلوقتي. أسعد لحظة في حياتي دي عايزة لها أنت فاهم إيه، أفضل قاعد أفكر كتير، براحتك. لأن أنا مش عارف. يمكن من ساعة موت أبويا لحد النهاردة مفيش حاجة استقبلتها بفرحة اللي هي قد تحديد موعد كتب كتابي. يعني يمكن ده وبرضك ناقص يعني يمكن كتب كتابي ده أنا محدده، وأنا من جوايا بص أنا كنت بتمنى اليوم ده، بس مم. برضك مش اللي هو أنا كان نفسي أبويا يبقى جنبي. فدي منقصة كل فرحة، كل فرحة بتجيلي في حياتي. يعني عايز أقول لك أنا لما كان بينجح لي فيديو، بالذات الفيديوهات اللي هي فيها رسالة، سيبهم من الفيديوهات الكوميدية والكلام ده، فيديو كوميدي وبتاع والكلام ده، نجاحه والحمد لله بقى على قد تعبي والكلام ده ربنا بيجازيني. بس لما بينجح لي فيديو فيه رسالة بتبقى اللحظة اللي هي ايه الفارقة في حياتي. مم. ما بقتش بحس بده، لان انا كان اول حاجة بالنسبة لي اول واحد بيشوف الفيديو ابويا وبيبعت لي رسالة بتخليني اكمل، برضك بتبقى ناقصة لحد دلوقتي. فكل فرحة ناقصة حاجة، فبالنسبة لي يعتبر تحديد موعد كاتب كتابي ممكن نقوله دي الفرحة والحاجة اللي انا منتظرها. وأصعب لحظة إحنا عارفين اللي هي وفاة والدك، صح؟ طبعا الوقت دي ولا جه قبلها ولا هيجي بعدها. مم. أغرب حلم حلمته. ما بحلمش كتير، ماليش احلام اللي هي ممكن تعلق معايا، ان انا ما بنامش كتير برضه. مم. ممكن مثلا انام ساعتين قبل الفجر، ساعتين بعد الفجر، ممكن ساعة في نص اليوم. فلو جمعت اليوم كله هيبان على وشي ان انا خاسس ولابس واسع وبتاع. كل ده مقصر من زمن الزمن.
مفيش حلم غريب؟ لا لا، مفيش حلم غير احلام اليقظه بقى، اللي هو انت فاهم، انا لعبت قصاد ميسي والكلام دوت، بقيت لعيب كوره ودخلت مصر كاس العالم، الاحلام اللي هي الدارجه ما بين الشباب. لغايه دلوقتي تحب الكوره؟ اه بحبها قوي. مم. الكوره دي يمكن خطيبتي تزعل، قلت لها مراتي هي الاولى. اهلاوي ولا زملكاوي انت؟ لا انا اهلاوي، بس ما بتفرجش على دوري مصر دلوقتي بما فيهم الاهلي. مم. الماتش اللي هي ما مهمه بقى، افريقيا بتاع النهائي صح؟ ولا الهوا، يمكن لو كده مبقاش عندي شغف للقصه دي. مم. هي ممكن برشلونه، ميسي لو هيلعب في الدلنجات عندنا هنا معاه وراه. اه والله ده صاحبي ده بقى. بتحبه ده انت؟ صاحبي، انا من اول ما فتحت عيني يا كوره وهو ما كانش لسه بدأ يلعب ونازل الملعب، وانا اتفرجت عليه في اللحظه اللي هو نازل فيها الملعب، مم. ومعاه من صغري. اللي هو انا كورته دي انا كنت شايفها فيا، ان انا برضه كنت نفسي. انا عايز اقول لك على حاجه، قصه ميسي ان هو برشلونه جابته من فرقه عنده نقص في النمو، جسمه ضعيف مش مؤهل ان هو يلعب كوره، خدوه اتبنوه عالجوه، عملوا معاه كل حاجه. نفس القصه لعبد لله، كان عندي نقص في النمو، ما ينفعش ان انا العب كوره. اللي جرى ورايا هي الست الداعمه الوحيده اللي في حياتي، امي. جريت ورايا وعالجتني ووقفتني على رجلي واتعالجت الحمد لله من اللي انا فيه. مم. بس ما ادونيش فرصه ان انا العب كوره، فكانت نفس القصه. مم. بس هنا لا، وهنا اتدفى. ما انا حاسك مدمن كوره لغايه اللي انت لا انا بتتكلم عليها، انا اللي هو بقول لك يعني زعلان يعني. كانت، انا كنت بشوف نفسي في ميسي. مم. لان انا كنت بقول لك نفس القصه بنفس التفاصيل، بنفس رجلي الشمال، بنفس كل حاجه، بنفس الجسم واحنا صغير، بنفس المرض، بنفس كل حاجه. مم. فكان ايه اللي كنت محتاجه؟ ان حد يشوف فيا ان ده فعلا موهبه، انا لو ركزت معاه قدام هيعمل معايا اللي ما يتعملش. لكن كلها دلوقتي بتشوف انا ده لو هو دلوقتي هيجي من وراه ايه مين، هخلي مين مكان مين، فكلها ماشيه كده. صح. لونك المفضل؟ اللي انا لابسه الاسود. وحيوانك المفضل؟ حيواني المفضل، انا نفسي اربي كلب بس مش عارف. ممكن مثلا القطط. مم. يعني ماليش الحيوان اللي هو اقول ده حيواني المفضل وبتاع لا. مفيش لا. صح. لا لا. لو الزمن هيرجع بيك لحظة واحدة بس، تتمنى تكون ايه اللحظة دي؟ لحظة ما سافرت قبل وفاة ابويا مش هسافر. اه. كنتش هسافر. كنت افضل قاعد بقى، ما انا يومي كله معاه، فهي ما فيش غير اللحظة دي. يمكن اكيد ليها ترتيب واكيد ليها تدابير من عند ربنا والحمد لله، بس ما كنتش هسافر، لان انا كنت عارف ان انا لو ما سافرتش، يعني الله اعلم اللي انا بقوله ده الواحد، يعني ان هي لله، ان انا مش اعتراضا على حكم ربنا، بس انا لو ما كنتش سافرت كنت هفضل جنبه، كنت هبقى معاه، بس الله اعلم ربنا اكيد حطينا انا في الحته دي وبعدنا عنه. وبرضك ساعه موته انا اول واحد اللي اشوفه واللي انا اكتشف اللي هو في المكان، واللي انا اللي افتح عليه، واللي انا اللي اخده في حضني، واللي انا اللي اتاثر بالصدمه، واللي انا اللي تمر معاه كل التفاصيل دي، عشان ربنا عارف ان انا قدها. ربنا ما بيديش حد ابتلاء غير لما يكون عارف ان هو هيقدر يصبر عليه، وهيقدر ان هو يتخطاه، وهيقدر ان هو يتحمله. اول حاجه دماغه هتجري عليها انا لله وانا اليه راجعون. ويمكن كانت لحظه من اللحظات اللي الحمد لله ربنا الهمني فيها صبر، وكانت رساله من دكتور حازم شومان، عارفه؟ اه طبعا. ده انا كنت قبلها كنت متفرج عليه لما ابنه توفى، مم. فاول حاجه عملها صلى ركعتين وانا حاضر ابويا، وابويا توفى خلاص وخلاص روحي رايحه مني. هو جه على بالي كده قدامي، مم. وانا حاطط ابويا جوه على السرير ومتوفي خلاص، واصحابي بيطلعوا شهاده الوفاه عشان ال- البيان اللي هيروح يدفن بيه، تصريح الدفن. مم. اتوضيت وصليت ركعتين. من بعد ركعتين دي حسيت يمكن قلبي برد شويه، فحسيت ان هي كانت برضك كانت رساله. ربنا يرحمه، هو اكيد في مكان احسن يعني الله باذن يرحمه يا الله. رب ويحسن اليه. اخر سؤالين. ايه هم؟ نفسك تقول لي مين انا اسف؟ نفسي اقول لمين انا اسف؟ اقول لكل شخص انا ما كنتش على قدر المسؤوليه معاه، او كل شخص مثلا ارتكبت في حقه حاجه غلط، ولنفسي ان انا ضيعت عمر كتير ما كنتش استاهل ان انا ابقى في الطريق دوت، بس الحمد لله. واي حد زي ما قلت لك انا ما بس عموما ما ببقاش قاصد اي حد انا بعمل له حاجه غلط، ما ببقاش قاصدها. عمري ما عرفت من وانا صغير، عمري ما مثلا لو قلت كلمه تضايق لحد
او ساعات لما كنا نطلع اسامي على بعضينا وبتاع واحس ان في تكشيره في وشي، ما بعرفش انام، ما بعرفش انام وانا مضايق حد مني ابدا ابدا. حتى لو هو عامل ايه معايا بالذي، لازم الموضوع يخلص، لان انا ما بعرفش اشيل من حد، وما بعرفش يكون قلبي اسود من ناحيه حد، فما بعرفش انام غير وانا الدنيا تمام صافيه الحمد لله. الحمد لله. امير سعيد في كلمه واحده. امير سعيد في كلمه واحده. في كلمه واحده؟ انا بحسك قلت لي في كام واحده. في كلمه واحده. في كلمه واحده. في كلمه واحده. مش عارف. براحتك، فكر براحتك، وصف نفسك في كلمه واحده. راجل. الحمد لله. الحمد لله. شرفت فيك حبيب قلبي والله، كان حوار بسيط بس كان جميل قوي يعني حبيب قلبي والله العظيم. انا انبسطت بيه. بس في حاجه انا نسيت اسالها لك، عايز اعرف اسم سردينه ده جه منين؟ اسم سردينه ده انا كنت بعمل فيديو مع اصحابي، بعد ما خلصت الفيديو فكان الشخصيه ديت حمله اللي هي عايشه يومها، بتخش عايزه تاكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجه سفلقه على الناس. وانا بكتب في اخر الفيديو تم القبض على، فحسيت اللي هو امير اسمه نايتي قوي. اللي هو انت فاهم يعني مش هيعمل جريمه، هو كويس وشخصيه جدع بس مش هيعمل حاجه. مش عارف ايه سردينه، فكتبتها خلاص يعني اتمحى امير ده. في ناس ممحي بالنسبه لها امير. انت ايه يا سردين، انت اسمك الحقيقي ايه يا عم؟ في صفحه والله العظيم تعبت وشفت فيها وبراعي ربنا فيها بيقابلوك في الشارع برضه لك الاسم ده صح؟ بس الحمد لله برضك بحبه. طبعا عادي شخصيه من الشخصيات المؤثره. حبيبي حبيبي يا